الحمد لله الذي جعل لأنواره سبقا في الأطوار الأولية، ولأسراره غفوا إلى يوم الامتحان. وجاء في بدء تكويني في الأحاديث القدسية: وسبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكان. قال: كنا في عماء فأردت أن أعرف للشؤون المقضية، فقبضت قبضة من نور وجهي فقلت لها كوني، فكانت حبيبي محمدا محمود الجنان. فخلقت من نوره نور كل عظيم في البرية، وجعلته لشخص الكمال روحا ولعينه إنسان. وحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر في الأخبار المروية، فانظر إلى سبغ أنواره القديمة في هذين الحديثان. وحديث كنت نبيا وآدم لم يكن ب2000 عام لا كالأعوام التاريخية، وإن يوما عند ربك ك1000 سنة أو ك50,000 سنة بحسبان. ورشح ذلك النور فانتثر على العوالم انتثار در اللآلي الطلية، وكان أكبرها للأنبياء وأوسطها للأولياء وأصغرها لأهل الإيمان. وخلق من نوره آدم بيده على صورته الكاملة، وجعله عنصرا للعوالم البشرية، ونفخ فيه من روحه وأطلق عليه لأنسه أو نسيانه اسم إنسان، وأهله لتتنزل هذه الأنوار الجليلة المعنوية لتهتدي بها ذريته في وجوه الأنبياء النائبين عن نبينا في شرائع الأديان. فلما أحاطت بكنه تلك الأنوار قلده الله بالخلافة الأرضية، وأسجد له ملائكة حضرته تنويها بهذا الشأن، فأعرض عن السجود عذاديل خادم الجنان ورئيس الطائفة الجنية، فلعن وسمي إبليسا وطرد من الرحمة وعن سكون الجنان، لقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من مادة طينية، فحق عليه لاستكباره وتمرده اسم شيطان. وعلم الله آدم الأسماء كلها فأنبأهم بها حتى الذرة الخردلية، وأسكنه وزوجه حواء في فراديس الجنان، ثم أهبطهما وعدويهما إبليس والحية، آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بأصبهان والحية بميثان. فصار إبليس يستفزز من استطاع منهم بصوته للبلية، ويجلب عليهم بخيله ورجله في كل الأزمان، ويشاركهم في الأموال والذرية، ويعدهم وما يعدهم إلا غرور الشيطان. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغيوب والمشاهدات العينية، وعلى سلفه وخلفه من أهل الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنوار حقها وعلى آله وصحبه، واغفر لنا وارحمنا واهدنا وانصرنا واختم لنا بالإيمان.